اليوتيوب عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بخير. فكرة فيديو النهاردة يا جماعة من سلسلة التطوير الذات والمهارات الشخصية، بما اني عارفة ان السلسلة دي هتفيد ناس كتير جدا، وبالذات الحلقة دي لان المواضيع الأزلية اللي هتفضل موجودة ولكن مهمة جدا ان احنا نحلها في حياتنا. دي الحلقة دي وده الجزء التاني، ازاي يبقى عندنا ثقة في نفسنا. بصوا يا جماعة، هي مش معادلة وما هياش كيمياء ولا حاجة صعبة، ولكن في زي تمرينات انا النهارده جايبها لكم. خليني اقول لكم ان الحاجات دي انا اصلا بعملها عشان يبقى عندي ثقة بنفسي دايما، والله العظيم فعلا حاجات هتفرق معاكم جدا وهتشكروني والله. لما احنا يعني نكون حلوين شوية او مثلا لما احنا جميلة، فالناس بتقعد تمدح فينا كتير، اللي هو مثلا عينيكي حلوة، انتي جميلة، معرفش ايه. فكتر المدح من الناس بيخلي عندنا ثقة بنفسنا، ولكن الثقة دي جت من الناس، ان الناس عمالين يقولوا حاجات كتير، يعني حاجات جميلة كتير فينا، فجت لنا الثقة دي من الناس. البني آدم يتكرر عليه كلام معين أو يتحط في بيئة معينة وتكون حواليه أفكار معينة بيقتنع بيها. نفس الكلام يا جماعة أنا عايزاكم يوميا، يعني هو التمرين ده فعلا حقيقي، ولو انتوا فعلا كررتوا الكلام ده يوميا انتوا هتقتنعوا. عايزاه كل يوم يقف على المراية يقول أنا جميل، أنا حلو، يكرر الكلمات دي على طول في ودانه، عشان والله العظيم بجد مع الوقت عقله الباطن، ويعني حاجة كده زي علم النفس أو سيكولوجية نفسية، هيقتنع بالكلام ده أصلا. عارفين زي ايه يا جماعة؟ زي مثلا لما تكون قاعد مثلا في بيئة معينة، البيئة دي عادي مثلا الصحوبية بين البنت والولد، فانت يعني مع الوقت ومع السنين انت خلاص اقتنعت ان الصحوبية بين البنت والولد حاجة عادية ومش حرام. نفس الكلام لو احنا قررنا على نفسنا كلام معين احنا بنقتنع بيه، حتى لو في الاول مش مقتنعين خالص، بعد كده احنا بنقتنع بيه. قلتلكم التمرين ده حلو جدا، يوميا نقول مثلا ايه الحاجات اللي احنا مضايقانا في شكلنا، مثلا زي معظم، خلينا اقول لكم انه معظم موضوع الثقة بالنفس ده او قلة الثقة بالنفس بتبقى للبنات، فكلامي معظمه هيبقى متوجه للبنات اكتر. لو انت مثلا حاسة ان هو الحاجة اللي انت مش راضية عليها في شكلك هو مناخيرك، فيوميا يعني اقعدي كده مثلا بصي في المراية على مناخيرك، شوفي كده الزوايا بتاعت مناخيرك كده، حاولي ان انت تقتنعي مع الوقت ان هو انا شكل مناخيري كده كويس عليا وده الشكل المظبوط. لانه والله العظيم يا جماعة، ودول يوتيوبر مشهورين احنا نعرفهم اصلا، كتير منهم عملوا عمليات التجميل وعملوا مناخيرهم ودلوقتي بقى شكلهم مش مظبوط خالص. فلو غيرنا احنا في شكل مناخيرنا اشكالهم دلوقتي بقت غريبة. ففعلا يعني ايه، هو الموضوع ما ينفعش ان احنا نلعب فيه، يوميا هنقعد نقول لنفسنا كلام تحفيزي لغاية ما نقتنع بالكلام ده. رقم 2، ودي حاجة برضو عملية جدا وهتخلي عندكم ثقة بنفس. صراحة انا الموضوع ده سمعته لانه كنت بتفرج عليه كده على الانستجرام. كانت في واحدة بتقول انه انتوا لو مش مقتنعين بشكلكم، او خلينا نقول احنا معظمنا كبنات كنا مقتنعين بانه في مناخير معينة هي دي الشكل الوحيد للبنت، ولو غير المناخير دي يبقى خلاص انتي واحدة يعني مش حلوة. هي المناخير مثلا اللي هي الصغيرة، اللي مش كبيرة قوي ومش مش عريضة مثلا او كده، فده اللي احنا كنا مقتنعين بيه. فالبنت كانت بتقول احنا لازم نتابع ناس اشكالهم شبه اشكالنا. ازاي يعني؟ انا مثلا لو انا مثلا مناخيري طويله شويه، فاتابع زي مثلا موديلز او اتابع مشاهير او ممثلين مناخيرهم برضو طويله شويه، فمع الوقت لما اشوف مثلا ان المشهور ده الناس بتدعمه وبتحبه وهو شكله شبه شكلي، فاللي هو هبدأ اقتنع ان انا خلاص، طب ما انا شكلي حلو وانا كده كويس. تابعوا ناس يعني مثلا شبه وشكم، رسمة وشكم ونفس مناخيركم، عشان هتقتنعوا انه الناس دي اهو الناس بتحبها والناس بتتابعها، فانا شكلي طبيعي، انا شكلي مفهوش مشكلة او مفهوش حاجة. فده برضو هيخليكم مع الوقت تقتنعوا بشكلكم ويخلي عندكم ثقة بنفسكم. 3 يا جماعة، وده برضو مهمة جدا، في حاجة او زي مثلا انا شفت برضو على الانستجرام بصراحة بيجيب لي حاجات كتيرة يعني مفيدة. في حاجة اللي هو في زي ملامح رومانية وفي ملامح روسية وفي يعني في انواع اصلا ملامح. ففي مثلا تلاقوا مناخير طويلة شوية ودي اصلا من علامات الجمال، يعني اصلا المفروض انه لكل ملامح يا جماعة، او كل مثلا شكل مناخير ده بيبقى شكل جمالي معين. يعني مثلا المناخير الصغيرة شوية، المناخير الطويلة، احنا بنبقى شايفينها عيب فينا، تمام، لكن اصلا بيبقى في بلد تانية ده زي علامات جمال، او زي بيكون
حاجة اصلا من معايير الجمال، فاحنا لازم ندور على الشكل المعين بتاعنا، مثلا اللي هو احنا جمالنا جمال روماني او جمال روسي او ايا كان، لانه في يعني اشكال كتيره للبني ادمين. مع الوقت يا جماعه بالخطوات العمليه اللي انا قلتها لكم دي والله بجد، وانتم ما بقاش عندكم ثقه في نفسكم، يبقوا تعالوا بجد حطوا اللوم عليا، لانه زي ما قلت لكم مع الوقت بالحاجات اللي انا قلتها لكم دي انتوا خلاص هتقتنعوا ان انا شكلي كده طبيعي، وان انا مقتنعه بشكلي. لكن لو في مثلا حاجات زي اللي هو حاجات احنا اصلا نقدر نغيرها، زي مثلا ان انا اخلي بشرتي تكون صافية اكتر او ما فيهاش تصبغات، فالحاجات دي نقدر نغيرها عادي. في نهاية الفيديو يا جماعة بتمنى تكونوا استفدتوا، ولازم تعرفوا ان ربنا خلقنا في احسن تقويم، وانه يعني شكلنا كده وزاوية وشنا وكل حاجة مظبوطة علينا. اتمنى لكم كل خير، وباي باي.